لو جربتي الطريقة دي في الشاورما مش هتعملي الا هي دي، هتقولي هي دي يا بلاش. بجد تحفة على ضمانتي. نقول بقى بسم الله. اول حاجة كده معانا توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، كركم، قرفة، وكمون، فلفل اسود وملح وسكر. دي كده البهارات بس. معانا مية بصل، لو مش موجود عادي تقدري تعمليها من غيرها، بس انا كان عندي فحطيت. معانا كمان شوية من الخل الابيض العادي، طبعا زيت وليمونة. انا مش عارفة انا غبت لي هنا ليه زيت ومعانا ليمون بس هو مش باين هنا. بقى معانا ليمون مخلل، ده بقى التركة بقى اللي بصوا هتنقلها كده في مكان بعيد، اقسم بالله رهيبة رهيبة قسما بالله تحفة. ومعانا اللحمة بقى ايا كان نوعها ايه، متقطعة كده شرايح رفيعة طويلة وبس. هنجيب بقى العلبة بتاعتنا. انا هنا قلت ايه، بدل ما اوسخ مواعين ومش عارفة ايه، انا هتبلها في نفس العلبة اللي هشيلها فيها بالمرة. فجبتها كده وبدأت بقى ايه ان انا احط البهارات يعني. انا مش عارفة هنا ليه كنت محتاسة، بس يلا مش مشكلة. الظاهر ان في حاجة وقعت وانا بحط المكونات. هنحط بقى كل حاجة كده على بعض، مية البصل والخل، الزيت. طبعا الزيت بقى تقدري تستخدمي اللي انت عايزاه، زيت زيتون مش عارفه ايه اي حاجه. الليمونه، عصره نص ليمونه. والبهارات بتاعتنا دي تحفه تحفه. هما كده عايزين كده يتعملوا كده ببرطمان لوحدهم ويتكتب عليها بهارات الشاورما. وهنحط بقى المكون اللي هينقلها لحته بعيده. هنفضل بقى نقلب نقلب. بصوا اقسم بالله لما بتستوى كده الصوص اللي بينزل منها رهيب. انا هنا بتبلها معاكم فقط، انا هشيلها لان انا عندي اكل النهارده، فانا قلت بما انها كده كده كنت هتبلها فقلت اصورها معاكم، واليوم اللي انا هعملها فيه ان شاء الله برضو هصورها معاكم. نقلب نقلب كده. طبعا بقى تعملي الملح بقى ايه بمقدار قليل. هنا حسيت ان هي محتاجه زيت فحطيت لها شويه علشان الليمون المخلل اللي احنا حاطينه طبعا فيه ملح. نسيت اقول لكم ان الليمون المخلل محطوط متقطع، يعني متشال منه البذر وكده ومقطعينه تمام التمام. بصوا شكله تحفه 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 تحفه. بس كده، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.